كتعرفوا هاد البنت هي اللي كتشوفوها في الصورة. هاد البنت ماشي بحال الناس كاملين. واش عمركم تخيلتوا انسان ما يقدرش يقرر حتى واش يتنفس ولا لا؟ هي بحال هكا، ما كتعرفش دير ابسط اختيار في حياتها. كتبغي تمشي ولكن ما كتعرفش واش دير خطوه ولا تبقى بلاصتها. كتشوف الكرسي ولكن ما عارفاش واش تجلس ولا تبقى واقفه. حتى الضحك والبكا خالطين عندها، تقدر تضحك وسط الدموع ولا تبكي وسط الضحك. واحد الحياه كلها تردد، قلق، عذاب نفسي مستمر. باها راجل ميسور الحال، صاحب شركات وعنده النفوذ والمال، دار المستحيل باش يعاون بنته. جاب لها اطباء نفسانيين من اغلى العيادات، مساعدات خصوصيات، مربيات، وحتى جلسات تامل. ولكن ماشي شي حد قدر يصبر على وحده كتهاجمك بالاسئله كل دقيقه. جلس دابا ولا من بعد، ناكل ولا مازال، نتكلم ولا نسكت، نتنفس ولا نحبس النفس. حتى واحد المقدر عليها كل شيء كيخلي الخدمه وكيمشي. واحد النهار نهارها غريب، جات عندهم واحد المراه غريبه كتلبس كحل، وجهها شاحب، ما كتهضرش وكتهمس بصوت ضعيف بزاف لدرجه خاصك تسكت الدنيا كامله باش تفهمها. باها يائس مقهور قدم ليها بنته وقال لها جربي يمكن تكوني الحل. المراه مشات حتى وقفات قدام البنت وقربات وهمسات ليها: حيدي يديك من الحيط، سيري بشويه للفراش، جلسي، رمشي. وفاش تصدموا كاملين البنت دارت كل شيء بهدوء بلا بكا بلا صداع. هذاك النهار كانت المره الاولى اللي البنت دارت شي حاجه براسها. دازت الايام ومدام ميتسو ولات ما كتفارقهاش، كتصاحبها في كل لحظه وكتعطيها اوامر وهمسات: سيري لهنا، وقفي، دوزي داك الراجل، رجعوا للور. كانها شي اله كتحرك حسب التعليمات. باها فرح، شاف بنته كتعيش، كتحرك، كتاكل، كتضحك، حتى كدير الاشياء اللي ما كانش هو متصورها. ولكن الفرحه ما بقاش طويله. شهرين من بعد وباها بدا كيشك: هاد المراه منين جات؟ وعلاش البنت كتحس بالامان معها اكثر من امها، اكثر من اي حد؟ بدا كيتبع خطواتها وحط عليها تحري سري. المفاجاه مدام ميتسو كانت كتعيش الجحيم. عندها راجل في سكير كيضربها وكيعيش على فلوسها. هي ساكته كتخدم، كتجي كتوصل البنت وكيرجعها للضرب والاهانه. واحد النهار مدام ميتسو ماتت ضحيه عنف منزلي وكلشي تصدم: باها، البنت، الخدامه، الدار كامله. ولكن المفاجاه الكبرى جات من بعد. البنت ما حبساش كتتبع التعليمات، مازال كتسمع داك الصوت، كتجاوب مع الفراغ كانها كتشوف شي حد. واحد النهار شافها باها كتشد سكين وكتقول: هكا هكا بغيتي هنا دابا. وفي هذيك اللحظه طعنه دم في الارض. الراجل اللي كان كيضرب ميتسو مات. البنت دارت الانتقام بحال الا ميتسو ما ماتش، وروحها بقات. واخر همسه سمعتها البنت كانت: انا دايما غادي نكون معاك. هذا الانمي هو سلسله من جينجي ايتو مانياك، وهو كيتميز بجو مظلم ومرعب نفسيا، رعب صامت ومقلق، وتوتر نفسي وتطورات خارجه على المنطق. الى عجبكم هذا الانمي ديروا لايك ومشاركه وشكرا.